السلام عليكم حبيباتي، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وفي احسن الاحوال يا ربي. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم ديتكم معايا للصالون. اختي تهليت في يديداتي ورجيلاتي وكنت باغيه نشارك معكم صراحه جميع المراحل، ولكن للاسف الصالون كان عامر بزاف. فحتى المرحله الاخيره من اللي سالات من بعد ما سالت لي سكراب وكل شيء، حكات لي رجيلات ووصلت الاظافر، عاد خوات شويه الدنيا وقدرت باش نصور لكم هكا واحد اللقطات. بالنسبه لي انا كنحس انه الاظافر ديال اليدين والرجلين عندي اهم من العنايه مثلا او المكياج، لانه ملي تيكونوا اليدات والرجيلات نقيقين والرجيلات بالذات عندي شي حاجه مهمه خاص يكونوا مقادين ومصبوغين، هكا كتحسي براسك حتى مرتاحه. المهم ما عرفتش كاع الناس بحالي ولا غير انا. عندي شي صحباتي عندهم الاهم اليديدات يكونوا هكا مصبوغين مقادين، انا عندي رجلين اكثر اهميه من اليدين. سبحان الله. المهم انا جيت اليوم هنايا لهاد الصالون. هاد الصالون جيت ليه اول مره. هاد الصالون سميتو نيلز غاليري، كاين حدا الموج. انا ما كنمشيش على الصالونات، انا كنتبع هاد الموظفه هاد الفلبينيه اللي دابا خدمات ليا، فين ما مشات تخدم كنمشي كنتبعها، لان تبارك الله عليها خدمتها زوينه وفي نفس الوقت عندي انا واحد المشكل، حاشاكم داك الضفر الكبير ديال الرجل تيكون فيه ما بين الضفر واللحم واحد الجلد الميت. داك الجلد الميت ملي كيتراكم ملي كتلبسي الصباط كتحسي برجلك تتضرك بزاف. فهاد الشيء علاش كيف ما كتشوفوا معايا هنايا فهي كتجبد داك الجلد الميت ما بين الضفر واللحم، ما شاء الله عليها. حاشاكم واعتذر على المنظر، ولكن بغيتكم تشوفوا. عرفتوا ملي كتحيد هذاك الجلد الميت كتحسي بواحد الراحه، واحد الراحه تامه. انا بالنسبه لي هذا هو اهم حاجه علاش كنتبعها، فين ما مشات كنتبعها على وديت هذا الشيء هذا. لان من قبل كان سبق ليا مرض ليا داك الصبع ومشيت عند واحد الدكتور وكان قال لي غندير لك عمليه، غنحيد لك الضفر. وواحد صاحبتي الله يذكرها بخير هي اللي وراتني هاد الفلبينيه وداتني لعندها، وما ندمتش صراحه. دابا تقريبا راه من 2016 ونيا فين ما مشات نتبعها. فين ما مشات نتبعها. المهم الصالون زوين نقيقي، الموظفات اللي فيه تبارك الله عليهم كلهم بشوشات، تعرفوا الفلبينيات الهلوبات. ودرت واحد شويه ديال الصباغه يديا، درت ليهم هكا اللون ديال داك البيبي بينك خفيف، ورجلين درت لهم لافرانش هكا شويه نغيروا النفسيه ونغيروا نغيروا المود. المهم عجبني انا خدمتها كتعجبني بزاف. ومن بعد منها حتى كنت غادي ناخذ، انا عندي مشكل عاوتاني حتى في الضفر ديال يديا، لان مع فقر الدم كيتقردوا لي الضفار، يلا كيبداو يطوالوا واحد شويه تيتقردوا مره اخرى. المهم حتى كنت غادي ناخذ واحد مقوي الاظافر، وانا نرجع نقول انا اصلا انسانه كسوله، غادي نديه وغادي يدوز بحال غيره، غيبقى محطوط. حيت فايت لي جبته معايا من المغرب وما درتوش، خديته من البارافارماسي وما درتوش، بقى حتى صافيت بريمه ورميته. المهم اختي فرحانه انا يبعد الضفيرات المهرسين المقروضين. عاجبيني واخا هكاك. المهم اهم حاجه هي النظافه. هنايا عندهم هما كلشي تبارك الله كيبيعوه. هذا الهاند كريم هذا هو مقوي الاظافر اللي قلت لكم عليه، وعاد عندهم هنايا البيس والزيوت وداك الشيء. المهم تبارك الله صالون زوين عجبني، خاص غير بالاظافر. وهذا ما كان حبيباتي. نتمنى تكون عجباتكم هذا الفيديو الخفيف الظريف. المهم ما نغبرش عليكم، اهم حاجه ما نغبرش عليكم، خندير لكم فيديو فيه غير دقيقه. وانتم عاوتاني شجعوني باللايكات ديالكم والتعاليق الزوينه اللي بحال قلوبكم الطيبه والصافيه. شكرا بزاف حبيباتي على الدعم ديالكم،
على كل كلمه طيبه كتخرج من لسانكم اللي خطكم عليا. شكرا بزاف حبيباتي صحاباتي وعائلتي اللي خطكم عليا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ومع السلامه حبيباتي، نشوفكم في الفيديو القادم.